بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الترحم على أرواح شهداء الوطن والحرية من مدنيين وعسكريين، أعلن هذا البيان. أنا النقيب رياض أحمد في الجيش العربي السوري، وهذه هي الهوية. من مرتبات القوات الخاصة: الفوج 45، الكتيبة 974 ميم دال، قائد السرية الأولى كونكورس. أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري الذي طالما حلمت أن أقاتل في سبيل تحرير الأرض المحتلة في صفوف هذا الجيش، وذلك حسب القسم الذي أقسمنا به بأن نحافظ على الجمهورية العربية السورية أرضا وشعبا داخل الأراضي العربية، داخل الأراضي الجمهورية وخارجها. ولكن ما هو حاصل على أرض الواقع عكس القسم تماما، حيث أننا وجهنا السلاح الذي هو ملك الشعب ومن ماله إلى صدور أبناء الشعب الأبي الأعزل الذي يطالب بأبسط حقوقه، ألا وهي الحرية. وهذا ما جعلني أنشق عن هذا الجيش. نحن في الفوج 45 قوات خاصة كلفنا بالنزول إلى مدينة بانياس، وذلك حسب تعليمات القيادة العامة بأن هناك عصابات مسلحة تنتمي عناصرها إلى مجموعة من الدول العربية، منها السعودية ولبنان والأردن والعراق، ووجود 4 خبراء إسرائيليين وضابط برتبة لواء من الجيش المصري، يشكلون تنظيما مسلحا في بانياس هدفه زعزعة الوضع في سوريا. فتم نزول الفوج على مرحلتين. المرحلة الأولى في اليوم الذي سبق حادثة قرية البيضة، حيث تم اقتحام قرية البيضة الذي شاهدتم تفاصيله في التسجيلات التي بثت على شبكة الإنترنت، وهذا غيظ من فيض مما حصل في قرية البيضة. أما المرحلة الثانية فتم نزول بقية وحدات وقطعات الفوج، حيث كنت قائدا للسرية. وعند وصولنا لبانياس تجمعنا في منطقة اللواء 145 احتياط، حيث تم توزيعنا كنقاط حول مدينة بانياس بالكامل، حيث أحكمت جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى بانياس والمفضية منها لمنع دخول أي إمدادات من الطعام أو الدواء أو المستلزمات اليومية للسكان المحليين. وعندما وصلت إلى نقطتي أعطاني قائد الفوج العميد الركن غسان عفيف تعليمات بعدم التعامل مع المدنيين حتى ولو شتمونا، وذلك لتكون طعما لأهل بانياس ليطمئنوا من دخول الجيش. وعند اقتحام الجيش للمدينة لم نجد أي مسلح حتى ولو بسكين، وإنما وجدنا متظاهرين سلميين ينادون بالحرية ووحدة الشعب والجيش. وبدأ الجيش بعمليات إرهاب الناس بعد قطع الماء والكهرباء والاتصالات، وكان الجيش مدعوما بالأمن وعصابات الشبيحة، وكانوا يتمركزون ويتحركون خلف قطعات الجيش منعا لحدوث الانشقاقات من قبل أي ضابط أو وحدة أو مجند. وعند حدوث أي انشقاق أو رفض أي مجند أو ضابط إطلاق النار يقتل من قبل عناصر الأمن والشبيحة. وعند حدوث انشقاق من أي وحدة يتم التعامل معها من قبل الطيران أو من قبل الحوامات. وأريد أن أذكر أسماء بعض الضباط الذين قاموا بأعمال لا أخلاقية ولا إنسانية وأعمال إجرامية في مدينة بانياس. منهم المقدم ياسر إسماعيل، وهو من مدينة جبلة من قرية الغنيري، وبرفقته العريف المجند عمر درويش من بلدة عسال ورد. وهذا الضابط هو الذي أطلق النار على النساء اللاتي سقطن في قرية المرقب. وهناك بعض الضباط قاموا بسرقة ونهب المنازل والمحال التجارية والمصاب الذهبية في البيوت بعد اقتحامها واعتقال رجالها وضرب وإهانة النساء، وهم المقدم أيمن سلمان
وهو أمين سر قائد الفوج، حيث أنه نقل بعد الانتهاء من عمليات الاقتحام في مدينة بانياس إلى الفوج 41 قوات خاصة، وذلك لقطع سلسلة المعلومات. المقدم رامي الخير، العقيد بشار اسكندر، المقدم غسان عبيدو، حيث حاول تفجير مسجد النور بواسطة قذيفة فراغية ولكنه لم يستطع خوفا من إطلاق النار عليه من قبل بعض المجندين. الرائد نبيل قبة، الرائد منذر محمود، النقيب فادي زيدان، النقيب فراس حسن، الرائد فراس إبراهيم، النقيب غيث صالح، حيث أفتى هذا النقيب بجواز السرقة والنهب والاغتصاب إن أمكن لهم على أساس أنهم أعداء الدولة وضد النظام. النقيب جندي عبد الكريم وهو مراسل العميد غسان عفيف، والملازم حسام محمد. وقد تم التقاط بعض المكالمات بين قائد الفوج وأحد الضباط الذين كانوا من قادة المفارز الذين لم يطلقوا النار على المدنيين. ولدى سؤال قائد الفوج لهذا الضابط عن سبب عدم إطلاقه للنار، فأجاب بأنه لا توجد أي مقاومة أو أي عصابة مسلحة، فأمره قائد الفوج بإطلاق النار عشوائيا وتدمير المنازل وإحداث الذعر والفوضى في أرجاء المدينة. أما بالنسبة لي فقد تم إقصائي من هذه العملية، وذلك خوفا من انشقاقي، وذلك لأنهم وضعوا مراقبة وثيقة على أي تصرف ممكن أن يصدر عني، مع إعطاء أوامر بتصفيتي إن حاولت الانشقاق. وقد أخبرني بذلك أحد من كلف بمراقبتي، ولن أذكر اسمه حفاظا على حياته. واللجنة الأمنية في كل قطعة أو في كل عملية تقوم بمراقبة تحركات واتصالات جميع الضباط لمنع انشقاقهم وتصفيتهم عند اللزوم. ومورس علي هذا الإجراء بعد عودتي إلى المؤخرة في الفوج، وتم مراقبتي حتى أثناء نومي ومشاهدة التلفاز وأثناء خروجي وعودتي، لأنهم لا يريدون لأي ضابط أو عسكري أن يشاهد الحقيقة على أي قناة فضائية، وإنما يريدون من كل عسكري أو ضابط أن يشاهد تلفزيون الدنيا والتلفزيون العربي السوري الكاذب كليا، والذي أصبح إعلام حرب وتجيش طائفي ومذهبي وعقائدي يحض على الشعب الأعزل ويغسل عقول العسكريين، ويتم بمساعدة اللجان الأمنية في جميع القطاع. وهناك تم تحضير مقاطع مزيفة لعسكريين مصابين في المشفى وتعرضهم لإصابات برصاص من المتظاهرين، والحقيقة أن هذه المقاطع هي عبارة عن تمثيليات سخيفة ووضيعة ومكشوفة. وأذكر بعض هذه الأمثلة. فمثلا هناك الملازم أول يعرب منصور، حيث خلع كتفه قبل اقتحام مدينة بانياس ب5 أيام ونقل إلى المشفى، وتم تصوير فيديو على أساس أن الإرهابيين أو الجماعات المندسة هم الذين فعلوا به كذلك. وهنالك ملازم أول يدعى علاء بالوش، حيث أنه كان ليس لديه نية في اقتحام هذه المدينة، فقام بإطلاق النار على قدمه، حيث نقل إلى المشفى وتم دبلجة فيلم كالذي قبله. وأريد أن أنبه على أن القتل كان يتم بطريقة منظمة وممنهجة وبأبشع الطرق والأساليب، حيث أن عدد من عناصر الأمن والشبيحة، وهم عناصر محددون من قبل الضباط، يطلقون الرصاص الحي مباشرة على الرأس والصدر بهدف الموت والقتل، وباقي العناصر يطلقون النار في الهواء للإرهاب وتفريغ المظاهرات، وكانت الأوامر تأتيهم من القيادات الأمنية العليا. بعد سؤالهم كم عدد المتظاهرين، وعند معرفة العدد يحدد كم يجب أن يقتل. فمثلا إن كان عدد المتظاهرين 10,000 تأتي الأوامر بأن يقتل
مثلا 17 قتيل و40 جريح أو 37 جريح، وهكذا. وأكبر دليل على صدقي هو المقطع الذي ظهر فيه رجل أمن بلباس مدني ذو القميص الأبيض في مدينة حماة، الذي قام بقتل المتظاهرين بعد أن أمره رجل أمن آخر ويحدد له بيده عدد الذين قتلهم، هذا العنصر مؤشرا بيده بأنهم قد أصبحوا 5. وحصلت على هذه المعلومة من قبل ضابط أمن شريف يخدم في الفرع المداهم بشعبة المخابرات العسكرية، ومن صف ضابط قبل شهر تماما، من صف ضابط يخدم في فرع درعا، أخبرني بأن هذه عمليات القتل تتم بصورة ممنهجة. وبناء على ما سبق، فإني أناشد جميع ضباط الجيش العربي السوري على اختلاف رتبهم وانتماءاتهم وطوائفهم بأن يحقنوا دماء أهاليهم وإخوتهم في الوطن والمواطنة، وأن يحذوا حذوي، حيث أن المكتسبات ما بعد الثورة ستكون أكثر بكثير مما يكتسبونه في ظل هذا النظام بطرق غير شرعية. وأنا أعرف كثير من الضباط في مختلف القطاعات في الجيش العربي السوري ومن مختلف الطوائف يرفضون رفضا تاما هذه الجرائم والأعمال الوحشية، ولكنهم خائفين على حياتهم وحياة أهلهم. أناشدهم بالانضمام إلى ثورة الشباب السلمية، وأقول سلمية لأنها سلمية فعلا، لتحقيق مراد الشعب العربي السوري بالتحرر من النظام الاستبدادي والقمعي. وأريد أن أنوه وردا على كل الردود التي سوف تأتي بأن هذا البيان صدر عن قناعة مطلقة مني وبدون أي ضغط من قبل أي جهة وبدون مقابل أي قيمة مادية أو غير ذلك. وأريد أن أنوه على أن أطمئن أهلي بأني بخير وبمكان آمن، وأقول النظام أن يتقي الله في شعبه وأن يحقن دماء السوريين ولا يجر البلاد إلى المجهول والحسابات الخارجية، والنصر قريب جدا بإذن الله تعالى. عاشت سوريا حرة أبية بدون عصابات الأسد الاستبدادية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.